اهلا. تعالوا بقى النهارده اعمل معاكم فيديو مستنيينه بقالكم كتير. هعمل معاكم النهارده مقارنه لانواع السجق في المحلات المصريه اللي يعتبر حواليا. طبعا انا نزلت فيديو في بنات كلمتني من ولايات تانية بس محدش اخد اكشن، فخلينا اقول لكم ان انا هعمل مقارنات من المحلات اللي قريبه من منطقتي، تعتبر محلات مشهوره، ولو قلت اسمائهم اكيد هتعرفوها. طيب، اول حاجه ما عنديش مشاكل مع اي حد من الناس دي، ويمكن على فكره في منهم ما يعرفنيش، ويمكن انا كمان ما اعرفش اصحاب محلات دول كشخصيا يعني، لكن انا لما بتعجبني حاجه في المحل ده بروح اشتريها، حاجه في المحل ده بروح اشتريها، وهكذا. فانا ما عنديش ادنى مشاكل مع اي حد، وما اعتقدش حد عنده مشاكل معايا. فخلونا نبتدي مقارنه من حيث السعر، لون السجق، كميه الدهون اللي هتنزل منه، والطعم بتاعه. خلونا نبتدي باول مقارنه. انا جايبه لكم بس 4 وهم يعتبروا 3 هنا وواحد جايبه لكم من مصر، عشان حبيت ادخل مقارنه من مصر اعرف فعلا هيبقى فيه فرق في الطعم ولا هم بيعملوا حاجه غلط، يعني هنعرف مع بعض. خلوني ابتدي معاكم باول محل، وهو محل اسمه وكالة البلح. ده هتلاقوه عندنا في بيون، مشهور يعني. هو اداني الباوند كده، يعني انا ساعتها سالت، انا كنت باخد اقل الكميات عشان اعمل لكم الفيديو. هو اداني منظر الباوند بنفس الشكل ده كده، يعني كل المحلات مديه في اطباق، هو يعني حسيت ان انا بشحت بيهم والله. طيب، اولا هو كمان اللي انا ما فهمتهوش غير لما جيت هنا، ان هو ضارب لي جبنه رومي، يعني مش عارفه انتوا هتشوفوها ولا لا، بس انا اكتشفت ان هو كاتب رومي تشيز وكالة البلح. ثانيه واحده كده عشان محدش يشكك، رومي تشيز من وكالة البلح. الباوند بتاعه حسبهولي $9، يعني دول بايد 63. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ قريتكم التيكت عشان محدش يشكك في اي حاجه. تمام، فاهم شكلهم. والمستغرباه اللون من بدايه الكلام في حاجه غلط. نيجي للمحل التاني وهو محلات اخوان غبور، وادي التيكت بتاعه، واي ثينك ساعتهم هم كانوا منزلينهم على عرض او حاجه. الباوند بتاعه $5. هو يعني اللي كان شغال هناك حاول يظبطهم لي باوند بس ما قدرش، لان هم اوريدي كانوا معلبينهم. دول عاملين 968، قولوا $10، يعني قولوا دول 2 باوند ولا حاجه. اهم شكلهم، وطبعا انتوا اكيد شايفين فرق اللون جبار. ده المحل اللي هو من مصر. خلاص مش هعمل طبعا مقارنه في السعر لانه اكيد في فرق، ولكن هناخده از حسبانا في ان احنا هناخد عليه بعض من الحاجات التانية. نيجي لاخر محل معانا وهو الزعيم، وحاسه يعني اللون بتاعه عادي طبيعي مقارنه بالالوان التانية. وده على فكره الباوند بتاعه برده كان في حدود $5، لان انا يوم ما رحت اشتريت من غبور والزعيم، هم على فكره الاثنين في جيرسي سيتي، ويعتبر فرق ما بينهم بلك او 2، مش فرق ما بينهم كتير. وتعالوا بقى نبتدي. اول حاجه جبت معايا 4 طاسات. كل اللي انا هعمله ان انا هشوحه، وعايزه اعرف كل واحد هينزل دهون قد ايه ولون قد ايه، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه. نفتح هنا الزعيم، وهاخد التيكت ده كده وهلزقه على الايد بتاعه الحله. هات لنا بلاستر يا ابني عشان انا هنسى. وهحط اول، بصوا شايفين شكله عامل ازاي اهو. شكله لونه عادي، يعني لونه طبيعي جدا. خلاص اهو شكله. ندخل على التاني، وكالة البلح. ادي الشكل بينزل نزل لون على نزل لون على البتاعه من قبل ما اتكلم. ادي كمان شكله. خلاص، وناخد الورقه دي كده، معلش عشان انا هنسى. ايوه، عشان تبقى في مصداقيه. ها، حاضر. وادي اخوان غبور. ادي الشكل بتاعه. طبعا هو بيبص بيقول لي ما تعمليش كتير. ناخد برضو التيكت ونحطه على ايد الطاسه، وهعمل لهم تيب. وبعد كده هفتح اللي من مصر، وخلوني اشيل من الكميات لان انا حاسه انها طبعا انا مش هقدر اعمل كل ده. خلاص استنوا بس اجيب مقص. اهو اللي من مصر، وهحط عليه التيكت.
خلاص هظبط الدنيا دي وارجع لكم. هشيل الصراحه لان انا مستحيل هقدر اعمل كل ده، هشيل منهم وارجع لكم. ولاد خلصنا اهم، وادي تيكيتات. ده على فكره البيج بوس صمم ان انا اقول ده السعر بتاعه ب 300 جنيه من مطعم الاكابر اللي هو تبع صبحي كابر. خلاص ودينا اهم. كان صبحي كابر كان كمان. طيب هجيب هنا ديت، وانا في المرحله دي هسكت لحد وهسرع الحته دي في الفيديو لحد ما تلاقوني حمرتهم عشان ما اتكلمش كتير والفيديو يطول عليكم.